بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. من سفر أشعياء النبي، بركاته علينا أمين. من صدق خبرنا ولمن استعلنت ذراع الرب. عايز يقول أنا هقول لكم على خبر الناس مش هتصدقه. مين صدق الخبر ده؟ محدش هيقدر يصدقه، مش كل الناس هتصدقه، ومحدش هيدرك إن ربنا أعلن قوته في المشهد اللي جاي ده. نبت قدامه كفرخ وكعرق من أرض يابسة، لا صورة له ولا جمال، فننظر إليه ولا منظر فنشتهيه. صورة لحد ما فيهوش أي حاجة حلوة خالص، محتقر ومخذول من الناس، رجل أوجاع ومختبر الحزن، وكمسطر عنه وجوهنا، محتقر فلم نعتد به، لكن أحزاننا حملها وأوجعنا تحملها، ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومذلولا، وهو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل أثامنا، تأديب سلامنا عليه وبحبره شفينا. كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه إثم جميعنا. ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه، كشاة تساق للذبح، وكنعجة صامتة أمام جزيها فلم يفتح فاه. من الضغطة ومن الدينونة أخذ، وفي جيله من كان يظن إنه قطع من أرض الأحياء، إنه ضرب من أجل ذنب شعبه، وجعل مع الأشرار قبره ومع غني عند موته، على إنه لم يعمل ظلما ولم يكن في فمه غش. أما الرب فسر بأن يسحقه بالحزن، إن جعل نفسه ذبيحة، أن جعل نفسه ذبيحة اسم، يرى نسلا تطول أيامه، ومسرة الرب بيده تنجح. من تعب نفسه يرى ويشبع، وعبد البار بمعرفته يبرر كثيرين، وآثامهم هو يحملها. لذلك أقسم له بين الأعزاء، ومع العظماء يقسم غنيمة، من أجل أنه سكب الموت نفسه وأحصي مع أسمة، وهو حمل خطية كثيرين وشفع في المذنبين. والسبح لإلهنا دائما أبديا أمين. مين اللي حصل فيه الكلام ده؟ مين اللي محتقر مرزول؟ مين اللي كشاة تساق إلى الذبح كنعجة أمام جزيها، صمت ولم يفتح فاه؟ مين اللي حمل أحزاننا وأوجعنا تحملها؟ مين اللي أحصى بين أسمة؟ مين اللي بالضغطة أخذ؟ الكلام ده ينطبق على حد غير المسيح؟ أنا بستغرب جدا من اليهود اللي عندهم سفر أشعياء ده وحافظينه حفظ، وبيقروا الكلام ده ولغاية دلوقتي عينيهم مقفولة وما صدقوش إن المسيح جه. مش عارف إزاي. يعني في كلام إيه تاني كان ممكن يقوله الوحي الإلهي ويوصف الصلب بالشكل ده؟ طب إحنا النهاردة بقى إحنا مسيحيين وكلنا مأمنين إن المسيح مات عشاننا. أنت مقدر اللي عمله المسيح ده عشانك؟ بص يا أولاد، لما بنقول المسيح مخلصنا جاء وتألم عنا لكي بآلامه يخلصنا، احنا بنقصد فعلا كل ألم المسيح اتألمه كان بيخلصني فيه من خطية،
وكان بيخلصني فيه من وجع، وكان بيخلصني فيه من حزن كرجل أوجاع ومختبر الحزن. أحزاننا حملها، أوجعنا، مش بس خطيتي، ده حتى الوجع اللي جوايا هو كمان شاله عني. تأديب سلامنا عليه وبجراحاته شفينا. ايه يا رب ده؟ يقول انا جاي اشيل عنك كل تعب، انا مش عايز لك التعب. عملت ايه؟ تلاقوا رب المجد يسوع يبتدي رحلة الألم بصحيح من يوم حد الزعف، من اللحظة اللي دخل فيها الهيكل ولقى شعبه وولاده بيدنسوا الهيكل بتاعه، ويطلع ويخرج ويروح الهيكل ويرجع وهو شايفهم بدل ما يكونوا فرحانين بمجيئه هم بيتمنوا موته وبيتفقوا عليه وبيتشاوروا عليه ويتمكروا ان هم ازاي يصطادوه بكلمة. ويدخل الحزن قمته يوم خميس العهد. يوم خميس العهد ده احنا بنشوف المشهد بتاع رب المجد يسوع بعد ما عمل الفصح وغسل رجلين تلاميذه وهو راح البستان، وكم مرة يرجع للتلاميذ ويعاتبهم يقول لهم أما قدرتم أن تسهروا معي ساعة، ويروح ويرجع تاني ويصحيهم. ويشوفوا التلاميذ من بعيد، يوحنا كده يشوفوا يشهد راح المشهد ازاي كان بيصارع، وازاي كان قاعد منحني وبيصلي وهو عمال عرقه يتصبب دم. هو ده اللي قاله أشعياء. رب المجد في الوقت ده من كتر الحزن والألم النفسي اللي شاله عني، خيانة يهوذا اللي لسه هيجي كمان شوية هيسلمه بقبلة، وتلميذه اللي هينكره، شعبه اللي كان من البدء ربنا اختاروا ليه، كلهم باعوه، كلهم سابوه تركوه. يقول انه المرض اللي حصل للمسيح اللي خلى الدم ينزل من عروقه ومن غدد العرق، ده مرض بيجي لما الإنسان ضغطه يعلى يوصل لفوق الأرقام العادية. يعني احنا واحد لما واحد ضغطه يعلى يقول لك ده أصل ضغطه 180 مش عارف على 110 ولا ايه، نقول ده ضغط ايه ده ازاي ضغطه عالي قوي كده؟ لا، ده رب المجد وصل ضغطه ل 400 فيما فوق. ده يخلي الشعيرات الدموية كلها اللي موجودة تحت الجلد كلها تنفجر. وهو ده اللي قاله أشعياء، بالضغطة أخذ. إيه اللي حصل؟ رب المجد يسوع ضغطه عالي جدا، فلما ضغطه عالي ابتدى الدم يتصبب منه كأنه عرق، يختلط الدم بالعرق وينزل منه عرقه دم. هل المرض ده بس كده؟ لا، ده المرض ده أول لما يحصل لواحد إن ضغطه يعلى بالشكل دوت يبتدي يجيله آثار بقى آلام غير عادية تبقى في جسمه كله. جسمه كله يبقى لدرجة إنه ما يتلمسش. يعني لو واحد لمسه بس هو يتألم جدا وبشدة. تخيلوا معايا رب المجد يسوع في قمة الضغطة دي وفي قمة الألم ده، درجة حرارته عالية، ضغطه عالي، الآلام اللي موجودة في جسمه كلها، ده من غير أي ألم لسه هيحصل. ويتاخد يقبضوا عليه وياخدوه ويحكموه ويفضل طول الليل عشان الصبحية يتقدم للمحاكمة ويصلب. وقبل الصلب تيجي بقى شوية الحاجات اللي عملوها بقى اليهود والرومان. ويمكن يكون كانوا الرومان كانوا عايزين يطلقوا المسيح، عشان كده هيرودس قال لهم يعني أنا أصلبه واطلقه. لكن بعد ما جلدوا برضو قالوا له اصلبه. الجلد هنا بقى جلد مختلف تماما جدا جدا جدا. انتوا كلكم شفتوا الفيلم بتاع آلام المسيح مش كده؟ انا بس عشان الوقت مش كنت مجهزها لكم، بس مش هعرض، بس كلكم عارفينها. الكرباج الروماني ما كانش السيور كده، يعني حبل كده بيتضرب بيه. لا 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 لا، الكرابيج الروماني لو شفتوا المشهد بتاع الفيلم وراجعوا شوفوها، العسكري اللي ضرب المسيح وجلده في الاول يقول راح رمى الكرباج على الترابيزه اللي كان قاعد عليها الضابط اللي كان بيحرس المشهد. فراح الكرباج عمل ايه في الترابيزه؟
مسك في الخشب، لان الكرباج كل سير من السيور بتاعته، السيور دي معموله من عصب البقر عشان ما تتقطعش. كل سير ده في اخره بيبقى مربوط فيه 3 كتل حديد او عظام مسننه، بحيث الكرباج لما ينزل على جلد حد ولا على جسم حد يعمل ايه؟ يقطع جسمه. فهي مش علامات كرباج بس. انتوا متخيلين رب المجد بقى اتجلد كام جلده بالشكل ده؟ كام واحد؟ 40 جلده بكل مره دي. عشان كده لما قال الكتاب حرثوا على ظهري، لانهم كانوا فعلا بيحرثوا زي ما بيجي الفلاح يحرث الارض، هم فعلا تفننوا في انهم ازاي يقطعوا جسمه. ويخرج رب المجد يسوع من الجلد ده جسمه كله، يعني في خبطات جت في راسه، في بطنه وفي رجليه، وغير ظهره كله اشلاء، في لحم كان بيتطاير في الارض. جسم بقى وهو متجرح كل الجراحات دي. فيجي الكتاب يحكي لنا المشهد، يقول لنا بعد ما حصل دوا راحوا ألبسوه ثيابه. وتخيلوا لو واحد مجروح كده تعويرة كبيرة شوية، يقدر يحك فيها كده بالهدوم؟ طب يقدر يحط عليها هدومه؟ طب لو جرح وحطينا عليه شاش وقطن وكده، لما بنيجي نغير ونيجي نشيل الشاش والقطن دوا، مش بنلاقي القطن ده ماسك في الجرح لازق فيه؟ ليه؟ لأنه الجسم بيفرز بلازما، البلازما دي لزجة جدا، أول لما هتلمس أي قماش أي قطن هيحصل إيه؟ هتلزق فيه. فاللبس اللي لبسه المسيح فوق الجراحات اللي كانت على ظهره دي حصل له إيه؟ لزق بجراح ملتهبة جدا بقى. ويجي يقول الكتاب كده ما اكتفوش بده، يروحوا ماخدينه ومطلعينه عشان يتصلب. فلما يطلع يتصلب يقولوا يشيلوه الصليب. واحد في المرض اللي لسه بتكلمين عنه، بالألم اللي موجودة فيه، بكل اللي حصل له من الجلد ده، بالجراحات اللي موجودة على ظهره وعلى جسمه كله، ده كمان هيروح يشيل على كتفه وظهره الصليب. فيحصل ايه للجراح؟ تلتهب اكتر وتتحك في الصليب، ويقع المسيح بالصليب 3 مرات وهو ماشي في الطريق لانه مش قادر يشيله. فيقع، وتخيلوا معايا كل وقعة هبدة، مش بيقع ده يقع فيتهبط، فيجي الصليب يروح جاي ايه؟ مكمل عليه مرة و2 و3. ومن كتر ما كان الألم الرومان خافوا انه يموت قبل ما يتصلب، فراحوا شافوا واحد يشيل الصليب بداله، مش شفقة بيه، لا، هم لقوه خلاص، هو خلاص شوية وهيحصل ايه؟ شوية وهيموت. فقبل ما يروح الصليب لا، هم هيكملوا الخطة الإلهية في ان رب المجد يتصلب على الصليب. فيجي واحد اسمه سمعان القيرواني ياخدوه يخلوه يشيل الصليب مكان يسوع، ويجوا عند الصليب بقى، ويقول الكتاب كده فعروه واللبس بقى له قد ايه على جسمه، والصليب اللي كان شايله فوقيه ولزق. فلما يجوا يعيروه بقى، دي هتبقى كأنهم عملوا فيه ايه؟ سلخوه. عارف لما تشوفوا ذبيحه كده بتتسلخ الجلد من اللحم؟ ده اللي حصل مع المسيح. انا مش بقول لكم الكلام ده عشان يعني تتأثروا، انا بقول لكم جزء بسيط جدا. الكلام ده شرحه كتاب الكفن المقدس بالتفصيل. الدراسات اللي اتعملت على الكفن قالت كده، شرحت كل جرح كان في المسيح شكله عامل ازاي. فتخيلوا معايا يتسلخ رب المجد يسوع، ويجي بقى عند الصليب قصة تانية خالص بقى. اللي فات ده كله حكاية، واللي جاية دي بقى حكاية تانية. هم كانوا يعني متمرسين
في الصلب، يعني يعرفوا يموتوا الواحد صح على الصليب، بس كانوش بيعملوا فيه كل اللي اتعمل ده. كان يكفي الصليب لوحده انه يموت بني ادم. ايه اللي بيحصل بقى في الصليب؟ طبعا رب المجد يسوع اتسمر في الصليب بمسامير. بنشوف كتير في الصور ساعات الصليب يبقى المسمار يبقى مدقوق هنا في الكف في الايد. الصورة دي مش صح، ما ينفعش يدق المسمار هنا. بالظبط هو الدق هنا ما بين العظمتين بتوع الذراع دول، في عظمتين طوال هنا كده، اخرهم هنا هو في مفصل، يجي المسمار ما بينهم علشان يقدر يستحمل تقل الجسد لما يتعلق، لان هنا مفيش مفاصل، هنا عبارة عن عقل للايدين. لو دق المسمار ما بينهم تقل الجسد يروح على طول قاطع الجلد وتروح الايد واقعه، فالجسد كله يقع من على الصليب. لكن المسمار يجي هنا علشان يحتمل تقل الجسد. طيب تخيلوا معايا بقى واحد اتدق المسمارين دول كده هو في جسمه وبقى متعلق على المسمارين دول، يعيش قد ايه؟ ما يعيش اكتر من 3 دقايق. ليه؟ لانه مش هيعرف يتنفس. لما هبقى كده متعلق وجسدي كله مسنود على دول بس، فحركة ان انا اخد نفسي دي فيها حركة، انا مش هقدر ارفع جسدي عشان اخد نفسي. ربنا خلقنا الضلوع بتاعتنا دي بتتحرك طالعة نازلة كده، كل نفس انا باخده واطلعه. عارفين حركة ايد الجردل؟ زي ايد الجردل كده، فانا الضلوع عمالة تطلع مع النفس تنزل، ده وانا واقف. تخيلوا بقى وانا مصلوب لا يمكن اقدر اعمل الحركة دي، فيعملوا ايه عشان يطولوا في ألمه ويطولوا في عذابه؟ يروحوا جايين من تحت من عند الرجلين ويروحوا متنيين له رجله، يتنوا ركبه ويسمروا الرجلين علشان يبقى كل نفس يجي يتنفسه يحمل على المسمار اللي تحت ده. ففي كل نفس هو عمال ياخده يعمل كده وينزل، ودي طبعا متسمرة كده. تخيلوا كل نفس بياخده هو بيحمل على المسمار اللي مدقوق في رجلين الاتنين تحت ده والاتنين اللي فوق اللي شايلينه دول. فكل شهيق في ألم من فوق، كل زفير في ألم من تحت. مشهد لو الواحد فينا بس حطه قدام عينيه صدقوني ما يعرفش يعمل خطية. عشان كده معلمنا بولس الرسول قال مع المسيح صلبت. صلبت يعني ايه صلبت؟ يعني انا مع جراحات المسيح اللي عملها من اجلي، موت المسيح اللي انا كمان اكون معاه واقول مع المسيح صلبت عشان احيا لا انا بل المسيح يحيا فيا. هو عمل ده كله عشاني. واحنا نيجي النهارده اولاد ننسى ده وما نعرفش نمجد الله في حياتنا، ويبقى الصليب بالنسبه لي ارشمه كده بسرعه، وابانا الذي اقولها وانا بجري، وكنيسه ادخلها وانا مش مهتم ومش محترم ومش مقدس اي شيء جوه بيت ربنا، وكل حاجه بقت تافهه عشان انا مش في القداس. في اسمه جميله قوي نقول فيها يا نفسي ارسمي جراحاته امامك، خليها قدام عينيكي، اوعى تتوه عنك. عشان كده اجمل حاجه لما تيجي تقف تصلي تلاقي الكنيسه تقول لك حط صليب قدامك عشان تفضل شايف حب المسيح. الصليب ما ينفعش يتحط عليه غير الايه هكذا احب الله العالم، هكذا. احنا نشوف الصليب ونلبسه ونتعايق بيه ونتزين بيه، لكنه الصليب في حقيقته مرعب مرعب. ويكمل آخر حاجة بقى يسوع بأنه يفتح جنبه
لقلبه كده عشان يقول لكل الناس أنا فاتح دراعاتي ليكم وقلبي كمان مفتوح لكم، ويعلن إنه بيسلم جسده النهاردة وهيسلم روحه بإرادته، فيطعن بالحربة، الحربة تدخل جوه الرئة فيخرج منها دم ومية، وده ما ينفعش مع الميت. الميت ما يبقاش فيه سوائل، خلاص الدم بيبتدي يتجلط جوه جسمه، ما يبقاش فيه ميه، مفيش الكلام ده، ما ينفعش يخرج من جنبه دم وميه. لكن ده كله ده بيعلن انه هو حي، وانه فعلا ما فيش حد زي ما هو قال انا اضعها من نفسي، ما فيش حد هياخد روحي مني، انا جيت لهذه الساعه وانا اللي بنفسي هسلم روحي، وانا اللي بنفسي هعمل ده. فلما يجي يموت يقول أنا ما زلت حي. وينزل يسوع من على الصليب لكي يدفن. هل بعد ده كله بقى أولاد ما نتوبش؟ نفضل زي ما احنا؟ نتوب، مش كده؟ هنقف الوقفة اللي جاية وقفة توبة. كل واحد فينا بقى يرسم جراحات يسوع قدامه، ويحط الصليب قدام عينيه، ويقول له يا رب سامحني، أنا اللي عملت فيك كده، وسامحني عشان مش عايز ارجع اعمل كده تاني، ساعدني عشان احيا ليك. امين. اتفضلوا نقوم بقى نتوب